وأخيرا نصيحة لمن يشتغل في هذه المهنة، ألا وهي مهنة الحلاقة، أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولا يجوز له أن يحلق لحى الناس ولا أن يقص لهم شعور رؤوسهم تلك القصات الشرقية والغربية. وليعلم أن المال الذي يكتسبه من هذه المهنة بهذه الطريقة يعتبر مالا حراما ومكسبا من المكاسب المحرمة. هذه نصيحة للحلاقين جميعا، هذه نصيحة للحلاقين في أي مكان. يعلم الحلاق أنه إذا حلق لحية فلان أنه آثم، وأن المال الذي أخذه بحلق اللحية أو بقص ذلك الرأس تلك القصة الشرقية أو الغربية أن ذلك المال يعتبر مال الحرام ومكسب من المكاسب المحرمة. وهذا من مفاسد حلق اللحية أن فيها إضاعة للمال وإنفاق المال في الحرام. كم ينفق الناس من أموال في حلق لحاهم؟ نعم يا عباد الله، وأنت مسؤول عن مالك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله عباد الله، فلنكن كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.